السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة حبيت أصور معاكم طريقة عمل برجر اللحمة. هنعملوه في البيت بطريقة سهلة جدا، والطعم أكيد أحلى وأنضف من الجاهز. جايبين اللحمة وعارفين مصدرها، وكمان عارفين ايه المكونات اللي احنا ضايفينها للحمة. يعني زي ما قلت لكم طريقته سهلة جدا، والطعم كمان في منتهى الجمال. أتمنى الفيديو يعجبكم. تعالوا نشوف الطريقة ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحتاج اول حاجة معايا ده كيلو الا ربع لحمة مفرومة. تقدروا تستخدموا نص كيلو او كيلو او ربع كيلو، يعني الكمية المتوفرة عندكم والمناسبة ليكم. هنحتاج كمان مع اللحمة 4 معالق كبار من الشوفان المطحون. الشوفان ده انا طحناه في البيت. تقدروا كمان تستبدلوا الشوفان لو مش متوفر عندكم ب4 معالق كبار من البقسماط الناعم المطحون. هنحتاج كمان دول بصلتين وسط، انا بشرتهم بشر ناعم وصفيت منهم المية. ضروري طبعا تصفوا المية منها. هنحتاج كمان معايا ده بياض بيضة، علشان تربط كده البرجر وتربط اللحمة والمكونات مع بعض. استخدمت كمان خلطة البرجر الجاهزة دي. انا استخدمت الباكو كله. ولو مش متوفرة عندكم البهارات ديت، هو عبارة عن ملح وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر والسبع بهارات. يعني ممكن انتوا تضيفوا اي بهارات انتوا حابينها، يعني متوفرة عندكم، هتديكم يعني طعم البهارات الجاهزة. هنضيف بقى على اللحمة المفرومة الشوفان الناعم حوالي 4 معالق كبار. وهننزل عليهم بالبصلتين الوسط المبشورين اللي متصفي ميتهم. ضروري زي ما قلت لكم طبعا تصفوا منهم المية. وبعدين هننزل ببياض البيضة، وعليهم هننزل بباقي البهارات. انا استخدمت الباكو كله. ضروري بقى طبعا نعجنها كويس جدا، يعني نتعامل معاها كده على انها عجينة. نعجنها حوالي 3-4 دقايق مع بعض، لحد كده ما انسجة اللحمة تندمج كده مع المكونات، تبقى زي ما انتوا شايفينها كده بالشكل ده. هي البهارات فيها ملح بس طبعا مش الملح مش كافي، فانا ضفت حوالي نص معلقة ملح كبيرة، وظبطوا الملح برضو حسب رغبتكم. خلاص كده انا عجنتها حوالي دقيقتين او 3 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده المكونات كلها اندمجت مع بعض. هنغطيها كده ونسيبها ترتاح حوالي ساعة في التلاجة، وبعدين هنرجع نشكلها مع بعض. هحتاج بقى معايا يعني حوالي 3 معالق كبار من الزيت. وبستخدم غطا البرطمان ده في تشكيل البرجر. لو متوفر عندكم المكبس تمام، لو ما فيش غطا برطمان. واستخدمت اكياس التلاجة دي، قصيتها كده النصين، وبمسح كده الكيس بحاجة بسيطة من الزيت، علشان لما نفرز البرجر ونخرج منه قطعة البرجر ما تبقاش لازقة في الكيس. بناخد بقى كده قطعة، يعني قطعة تكون متوسطة كده. طبعا حجمها برضو براحتكم، حابينها سميكة حابينها رفيعة زي ما انتوا حابين. بنعملها كده كورة في الكيس، وبعدين في غطا البرطمان بنضغط كده عليها على لحد ما ناخد شكل البرجر. ونظبط كده الأطراف علشان يكون يعني الشكل متساوي كده ومرتب للبرجر.
وبعدين كده نضغط عليها كويس بأي حاجة متوفرة، يعني أنا استخدمت الكوب المعياري ده، ممكن كوباية، أي حاجة متوفرة عندكم، علشان نرتب كده شكلها ويبقى متساوي زي ما انتوا شايفين. هعمل برضو كمان واحدة معاكم كده بنفس الطريقة. كمان تقدروا لو حابين تعملوا برجر فراخ، يبقى تستبدلوا اللحمة المفرومة بصدور فراخ أو وراك تكون مفرومة ناعم جدا، وتستبدلوها مكان اللحمة، ونفس المكونات اللي أنا استخدمتها مع اللحمة تستخدموها برضو مع صدور الفراخ المفرومة أو الوراك المفرومة. من الأكلات الحلوة جدا اللي تكون موجودة عندكم في الفريزر، يوم مثلا محتارين مش عارفين تاكلوا ايه، او زهقانين من الاكل، هتطلعوا برجر تعملوا جنبه بطاطس محمرة، مكرونة، يعني سهل جدا واكلة سريعة كمان. خلاص كده انا شكلت كمية البرجر كلها، هما تقريبا رموا حوالي 16 واحدة او 17 واحدة. تقدروا كمان تزودوا الكمية لو انتوا حابين يعني يرمي معاكم كمية اكتر، تزودوا الشوفان وتزودوا البصل، بس انا حبيت يعني يكون طعم اللحمة باين. وتقدروا برضو ترفعوا حجمها او تخلوها سميك، يعني براحتكم زي ما انتوا حابين. انا مستخدمة كيلو الا ربع لحمة. هو ما شاء الله بصوا وزن معايا يعني حوالي كيلو الا 50 جرام، وزن 951 جرام. فالكمية زي ما انتوا حابين، نص كيلو لحمة مفرومة او ربع او كيلو، براحتكم زي ما انتوا حابين. تشيلوه بقى واحفظوه في الفريزر، وقبل الاستخدام تطلعوه كده يفك شوية، وتحمروه بقى في الزيت على جريل في شواية زي ما انتوا حابين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.